بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. مساء الفل والسعادة على حضراتكم جميعا. هتكلم في موضوع مهم جدا منتشر على الميديا، السوشيال ميديا. طبعا إشاعات، كلنا عارفين الإشاعات بتصدر عن مين، وعن صفحات بقى مشبوهة وممولة ومواقع مأجورة وأصحاب بقى أهدافوا صحفيين ومعاطي والهبدور وغيره بقى، كله بيهبد ويرزع. أعداء النجاح كتروا أوي في البلد دي، أقسم بالله. أعداء النجاح كتروا أوي في البلد دي، وخصوصا أعداء النجاح المتربصين للنادي الأهلي وما يحدث بالنادي الأهلي. وطبعا كلنا عارفين وفاهمين ومتأكدين إن مفيش حاجة بتحصل في الغرف المغلقة بالنسبة لنادي الأهلي بتطلع بره، كله بيبقى فنكوش وفينك. فكله بيهبد وبيرزع بقى عشان المشاهدات والحاجات والمحتاجات اللي انتوا فاهمين. هذا الثلاثي الكبير، هل ممكن في لحظة أو في تمن فكرة ممكن تفكر فيها، تمناية من الفكرة، إنك أنت تفكر إن في واحد منهم من الثلاثة دول، الخطيب، ياسين منصور، سيد عبد الحفيظ، مع حفظ الألقاب، قامات عالية جدا وأهلوية جدا، وإحنا كلنا أصغر مشجع بيشجع النادي الأهلي، بيعشق النادي الأهلي، لكن الثلاثة دول لا يمكن تتكلم في حبهم للنادي الأهلي أو عشقهم للنادي الأهلي. كل واحد فيهم بيسعى جاهدا، إسعاد الجمهور أولا، ورفعة النادي وعلوه وسموه، وإنه يبقى رقم واحد، مفيش أي اختلاف بالنسبة للعقلاء اللي فاهمين الدنيا ماشية ازاي. هل ممكن الثلاثة دول يبقى فيهم خلاف بينهم خلاف أو ممكن الخلاف لا يمكن يكون في خلاف، لكن ممكن يكون في اختلاف، والاختلاف موجود في عامة. يعني ممكن أنا أختلف مع أخويا، بس ما يبقاش في خلاف بيني وبينه، وتبقى بقى لا، ده هو اختلاف وجهات نظر. ممكن يختلفوا الثلاثة في وجهات نظر. الخطيب عنده وجهة نظر، ممكن الاثنين يختلفوا معاه. سيد عبد الحفيظ معاه عنده وجهة نظر أو مش موافق على حاجة، اثنين يختلفوا معاه. ياسين منصور مختلف عنده وجهة نظر، والتانيين لازم. هو في حاجة كاملة في الدنيا؟ الكمال لله وحده. الاختلاف موجود، ممكن صفقة يختلفوا عليه، ممكن رأي السيد عبد الحفيظ ما يعجبش اللاعب ده، لا مش عايز يكون مال دماغي الخطيب. ممكن ياسين منصور يقول أنا مثلا هعمل كذا وكذا، لا استنى شوية. ممكن كل شيء ممكن وجايز للعقلاء اللي فاهمين الدنيا ماشية ازاي، تمام. لكن يقول لك مختلفين، خلاف بين ياسين منصور والخطيب، لا سيد عبد الحفيظ، لا ياسين منصور هيقدم استقالته. يا راجل ده كان من الاول ما كانش نزل انتخاباته بقى نائب للرئيس. ده انت لو تعرف الحكايه والسيناريو اللي حصل بالنسبه لياسين منصور والخطيب مع حفظ الالقاب، بالنسبه للترشح والرئاسه والنائب ومش عارف ايه وي تعرف ان الناس دي معجونه بميه الذهب بتاع النادي الاهلي وعشق النادي الاهلي والتفاني في سبيل رفعه وسمو وكبرياء النادي الاهلي. تتكلم ازاي؟ استقالة ايه وإقالة ايه وعشان ايه؟ عشان ايه يا عم الحاج انت وهو عشان حامد حمدان مشي ما يمشي، عشان صفقة هربت مننا ما تهرب. السنة اللي فاتت جبنا صفقات زي الفل وكنا متأخرين برضه. ناس بتشتغل
ما تحاسبش من اول يوم او قبل ما يجي يناير بنتحاسب نقول احنا اتاخرنا. انت مالك؟ انت لك حسابك في نهايه الصفقات الشتويه. لو قبلها بنص ساعه ما تتكلمش، فاتت وخلصت وما لقناش في حاجه، اتكلم بقى واطلع وقول. صحيح ممكن ننبه ونشاور ونقول روح للحته دي، روح للحته دي، الحق دي، فلان هيجي، النادي الفلاني هيجي، واحنا عارفين النادي الاسيوطي شغال، خدوا بالهنا والشفا، اشربوا وابلعوا. ما فوت حامد حمدان في بطولة، حد سمع عنه؟ حد سمع عنه من الهدف اللي جابه في المنتخب مع منتخب فلسطين؟ وسلامتك على كده. ما انت عندك، ما احنا ممكن نجيب حمدي فتحي، ما انت عندك ديانج وعندك مروان وعندك محمد بن رمضان وعندك زيزو يلعب وامام يلعب، كل دول في النص، واحمد رضا. ايه حامد حمدان ده ايه؟ الساحر اللي ما جابتوش ولاده مثلا ما يروح. شربوه ب50 مليون، غير وغير وغير ما نعرف. جالنا ب30 وخلاص، ما جاش خلاص، القلب ده عيله. لكن الموضوع يوصل ان الموضوع ده خلاص. لو احنا بنتكلم في ايه؟ لو انت بتتكلم في الكعبي، امال لو اتكلمنا في الكعبي بقى كان يسيبوا النادي ويجري عشان حامد حمدان ياسين منصور يستقيل وانتوا مش عارف ايه وكده. لا، لازم العقل. كل عضو في اداره النادي الاهلي لا يتخير عن الثلاثي دول، عن الثلاثه دول، كلهم بيحبوا النادي الاهلي وبيشتغلوا لصالح النادي الاهلي. مفيش مصالح يا عم صالح. انت شايف الناحيه التانيه فيه ايه وعلى ايه؟ انت جاي تعمل ايه يا عم؟ احمد ربك على نعمه الاهلي، الحمد لله وشكر لله. مفيش مشاكل، مفيش صفقه طارت مطيه، مفيش نصيب فيه. لو في نصيب والله لو شقلبنا زي القرود ما هتروح مننا. مفيش فيها نصيب، ولعله خير. رب الخير لا ياتي الا بالخير. فنهدى شويه. في صفقات، في بيتكلموا على هادي رياض، بيتكلموا على مش عارف الجزار، بيتكلموا على مين، بيتكلموا على مين على مين على مين على مين. واتمنى، مش عشان بلديات، لا، هادي رياض لاعب امكانياته كبيره جدا، مساك 10/10، طول بعرض بسم الله ما شاء الله، ستايل صغير السن، جاي مع امكانيات وفنيات النادي الاهلي وتوفير كل الامكانيات الفنيه والبدنيه وحته ثانيه خالص. الاهلي غير بتروجيت طبعا، هيفوق الولد وهيعلى وهيجي منه هو او غيره. اي حد يجي للنادي الاهلي بيختلف اختلاف كلي وجزئي. فاحنا عايزين الهدوء والنظر بعين كويسه جدا جدا. تجيب لي بقى بالعمري خلاص ان شاء الله بنسبه 95%، خدها مني. يوسف بالعمري خلاص ده باك شمال. نخش بقى مساك او 2 مساكين، نخش على خط النص والمهاجم. اهم حاجه المهاجم، يا ريت يا ريت. بس طبعا احيانا الاحلام بتتحقق. انا حلمي ان انا اجيب الكعبي، غير اي كده ما تكلمنيش في اي حاجه. ما جاش بقى انتوا تشتغلوا براحتكم، بس انا عايز، انا طالع مخصوص وسايب الماتش شغال اهو، تونس ومالي، طالع مخصوص جدا. انا استفزيت، الكلام مستفز والاخبار ساذجه وفاسده وشغل تفاهه وهقول ايه، ملهاش وصف، انه تافه. اللي بيقول الكلام ده تافه. وانت كنت قاعد معاهم، وانت كنت شفت ياسين منصور وهو زعلان ومقموص ومشي وخلاص وانا استقيل واتفضل استقيل. طب ما الكلام ده ما لازم يعلن. وفي حاجه، هو واحد يستقيل والنادي الاهلي ما يطلعش يقول ده، يقول بعدها ب5 دقايق. انما انت تطلع تهبد وترزع على الفاضي ما منوش فايده، لا معاطي ولا غيره ولا غيره ولا غيره. كل اخبار معاطي في شيء يمكن تطلع منها ب20% صحيح، انما الباقي 80% اكثر. ويقول لك مصدر مسؤول ومصدر من داخل النادي يبقى مفتوح. يعني النادي الاهلي مخترق ليك انت بالذات، مخترق ليك انت بالذات، مصدر مسؤول قاعد وداخل الجلسه. ليه يا عم؟ لو انت ايه مخابرات، ده انت يبقى نفتش بقى نشوف مين اللي بيجيب لك مين اللي بيعد. يبقى احنا كده مفتوحين على الاخر يعني ايه في ايه؟ ما ينفعش ما ينفعش. ما تصدقش اللي اتقال على الميديا خالص. قناة النادي الاهلي بتحكي كل كبيرة وصغيرة. خلاص خلص الكلام، خلص الكلام. ما تنساش عشان قلبك يطيب صل على الحبيب.
اللهم صل وسلم وبارك